السلام عليكم. سنكتشف اليوم إحدى أهم المؤسسات الاجتماعية بالجهة الشرقية، الملحقة الجهوية لوجدة التابعة للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين. مرحبا بكم. على مساحة 5000 متر مربع وسط الحي الإداري الجديد تتربع الملحقة الجهوية لوجدة، يحدها شمالا فضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي، شرقا قصر العدالة، جنوبا مركز طب الإدمان، وغربا حي إيريس. المؤسسة التي أشرف على تدشينها صاحب الجلالة نصره الله في 9 يونيو 2011 تقدم خدمات متنوعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. الاستقبال اللائق وتقديم الإرشادات المناسبة حق من حقوق هذه الفئة من المواطنين. طاقم طبي من خيرة الأخصائيين يسهر على تلبية حاجيات الأطفال الصحية. الفحص الطبي، الترويض البدني، التقويم النفسي الحركي، تقويم النطق، تقويم البصر، المساعدة الاجتماعية، وعيادة طب الأسنان. تلكم هي التخصصات المتوفرة بالقطب الطبي. القطب الاجتماعي التربوي لا يخلو من النشاط والحيوية. أعمال يدوية هنا وألعاب ترفيهية هناك، ورشة تربوية وورشة للموسيقى والإيقاع. الحياة تعم أرجاء القطب. فريق تربوي محترف يسهر على تلبية الحاجيات التربوية واحترام الميولات الخاصة بكل طفل. مياه منعشة وأحاسيس دافئة تجمع مؤطر السباحة بالأطفال في وضعية إعاقة. إليكم الآن ألبوما للصور يؤرخ لأنشطة المركز.
أنشطة كثيفة وخدمات متنوعة. هي تلك التي تقدمها الملحقة الجهوية، وتبقى أبواب المؤسسة مفتوحة أمام كل من يهمه أمر الأشخاص في وضعية إعاقة. إلى اللقاء.